انعقد كونفرنس وحدة الموقف والصف الكردي في روجافاي كردستان بتاريخ 26/4/2024 في مدينة قامشلو، بعد حوارات مكثفة وجهود مشكورة من الأصدقاء والأشقاء بمشاركة الأحزاب الكردية ومنظمات المجتمع المدني وحركة المرأة والمنظمات النسائية والفعاليات المجتمعية الكردية المستقلة من مختلف المناطق الكردية في سوريا، بهدف اعتماد رؤية كردية موحدة حول بناء سوريا الجديدة والمشاركة في رسم مستقبلها وحل القضية الكردية فيها، ذلك في هذه المرحلة الهامة من تاريخ سوريا بعدما تم إسقاط نظام الاستبداد في دمشق في 8 من كانون الأول عام 2024. هذا النظام الذي استباح حرية وكرامة الشعب السوري بكل مكوناته القومية والدينية والمجتمعية، ودمر البلاد على كامل الجغرافيا السورية، وقتل وشرد وهجر الملايين من أبنائه، وبقدر ما قدم الشعب السوري من تضحيات لإسقاط وإنهاء استبداده وتحقيق حريته وكرامته، كما أن الشعب الكردي في سوريا أيضا لم يبخل في تقديم التضحيات الجسام وآلاف الشهداء في مقارعة ذلك النظام، وناضل عقودا طويلة في سبيل إزالة الاضطهاد القومي عن كاهله وتحقيق حقوقه القومية، وربط دوما نضاله القومي بنضاله الوطني للاتيان بنظام ديمقراطي تعددي لكل السوريين، وانطلاقا من المسؤولية التاريخية واستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، فقد تمت صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة تعبر عن إرادة جماعية ومشروعا واقعيا لحل عادل للقضية الكردية في سوريا كدولة ديمقراطية لا مركزية. وقد أقر المشاركون الرؤية الكردية المشتركة التي قدمت إلى الكونفرنس باعتبارها وثيقة تأسيسية تعبر عن إرادة جماعية وتقدم مقاربة واقعية لحل عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سوريا موحدة بهويتها متعددة القوميات والأديان والثقافات، ويضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي، ويلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في كافة المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية. وبإقرار الكونفرنس هذه الرؤية الكردية المشتركة فإنه يدعو إلى اعتمادها أساسا للحوار الوطني، سواء بين القوى السياسية الكردية ذاتها أو بينها وبين الإدارة الجديدة في دمشق وسائر القوى الوطنية السورية، وتساهم في بناء سوريا جديدة تتسع لجميع أبنائها دون إقصاء أو تهميش لأي مكون من مكوناتها، بعيدا عن الذهنية الأحادية تفكيرا وممارسة، وتصون كرامتهم وحقوقهم دستوريا دون أي شكل من أشكال التمييز، وأن تحترم سوريا علاقاتها الإقليمية والدولية وتكون عامل استقرار وأمان في المنطقة. وفي الختام قرر الكونفرنس تشكيل وفد كردي مشترك في أقرب وقت للعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع سياسي والتواصل والحوار مع الأطراف المعنية لتحقيق مضامينها. قامشلو 26/4/2025.